كم مرة كاين كدب علينا في وشنا. أنا عمري ما استخدمت مغامراتي عشان أعذبكم. كاين كدب علينا أكتر من 20 مرة، وفي الفيديو ده هنشوفهم كلهم. كاين مش قادر يتحكم في العقول. من الحاجات القليلة اللي مش بتحكم فيها هي عقولكم. بس في الحلقة السادسة دخل حرفياً جوه عقل جاكس. هو مفيش حد بقى؟ ومش هتكلم عن بوميني في القصر، بوميني بومني. أو كل اللي جاكس ذكره في حلقة الشاطئ. ايوه، انت تقدر تدخل جوه دماغنا، مش كده؟ السوس الغبي تكون فيجن، وربنا اعلم ايه كمان. الأسماء. لا استنوا شوية، كفاية. ممكن أكون عندي القدرة أعمل تعديلات بسيطة عشان أخلي المغامرات أحسن، بس لحد هنا وخلاص. وكمان في المشهد الموسيقي في الحلقة الثامنة في مشهد قصير كده كان كين بيحط إيده في راس بوميني وبيطلع مخها. يعني أيوة، كين فعلا يقدر يوصل لحد جوه مخك. في السيرك الرقمي مفيش شتيمة. انت يا صاحبتي وقعتي في عالم عجيب مليان عجايب، وكل حاجة ممكن تحصل إلا الشتيمة. لا الافتراضات دي قلة أدب، عشان ده بيبقى شكله وحش قوي قدام مير كان قال كلمة وحشة. بيقول إنه مش بيستخدم مغامراته عشان يعذب اللعيبة. أنا عمري ما استخدمت مغامراتي عشان أعذبكم. مغامرة النهاردة هي لعنة الجزار السايكوباتي العنيف. مش عايزة ده يبقى زي آخر مغامرة كان فيه، يعني رأس ملاك مرعبة. ولما أنا وكينجر حاولنا نواجهه ودونا الجحيم، وهناك أرواح ملعونة حاولت تلبسني وعيطت. عندي مغامرة بيروحوا فيها زاروا مصنع الشوكولاتة الرهيب بتاعي ويموتوا عشان ما التزموش بقوانين الأمان. وفي واحدة تانية نظام الدورة الدموية الواعي بيواجه جيش الولايات المتحدة. وفي واحدة لازم تعيش في أرض قفر نووية أكتر شبه نهاية العالم. وفيها كمان كلب تلباسي قليل الأدب بيعاملهم وحش جدا. إيه رأيكم؟ مش عارفة، في كلهم بتحصل حاجات وحشة. مش هعرف أحكي قصة لو عمر ما حصل فيها حاجة وحشة. كاين طول الوقت بيضايقني هناك، ولما ما بردش عليه بيقعد يغني دايزي بيل قدام بابي، بيخوفني. بعد كام يوم أهلا بيكو. مش قادر أصدق إنكم ما فهمتوش التلميحات اللي اديتها لكم. بصراحة كانت واضحة جدا. انتوا إيه، أغبياً؟ يا جماعة، لو ده مش تعذيب أنا مش عارف إيه هو التعذيب. وأغنية اللعبة لازم تكمل بتأكد إنه كان بيعذب اللعيبة بمغامراته. كين بيقول إنه مش المدير. إزاي كنت هعرف؟ أنا مش المدير. استنى، أنا فعلا المدير. كين بيقول إن الذكاءات الاصطناعية ما ينفعش تفضل شغالة لفترة طويلة. يلا بينا. العلبة بتاعت اللعب عايزة أسيب الذكاءات الاصطناعية التانية تتجول لفترة طويلة. مقرف. أنا عارف إنكم بتحبوا الشخصيات اللي مش قابلة للعب، بس لو بدأت أنسى مين البني آدم ومين الشخصية اللي مش قابلة للعب، مين عارف إيه ممكن يحصل؟ بعد شوية دقايق خلق أبيل ذكاء اصطناعي متطور بشكل رهيب لدرجة إنه قدر يتصرف زي البني آدمين ويخدع كل السيرك اللعين. يا كين، لو أنت قلقان قوي من الذكاءات المتطورة ليه بتبرمج عقول عبقرية؟ ده عنده عيون شايفة كل حاجة. هنفضل هنا عشان أقدر أخلي مئات عيوني اللي شايفة كل حاجة مركزة عليك. أيوة أكيد، بس العيون دي كلها محتاجة نظارات مكبرة. بس إيه رأيك في إنه في الحلقة الأولى حتى ما كنتش عارف فين بوميني غير لما واكي ووتش بتاعته رنت، وكمان حتى ما كانش عارف فين كينجار في الحلقة الثامنة، فين كينجار؟ وحتى ما كانش عارف فين زوبل في حلقة الأسلحة. بص ده زوبل. اهتم بميتك. هو أنت هناك؟ بيقول إنه عنده صور معينة بس من الماكروفيرسو. في المكان ده الماكروفيرسو بيشدني، ولسه للأسف عندي الصور دي بس كمرجع. وهو استنى بس جاكس يطلع بره وطلع الورقة اللي مخبيها في ايده. كين بيقول انه مش عارف ايه اللي في الفراغ. ده هو الفراغ. احنا مش بندخل الفراغ. ولا انا عارف ايه اللي هنا.
بس أول ما حد يدوس عليه ساعة واكي بتاعته بتجنن وبيجري ينقذهم. لو فعلا ما كانش عارف ايه اللي هناك ما كانش هيبقى عنده انذار مبرمج مخصوص للحاجة دي. ومش هحرق لكم الأحداث، بس في الحلقة 9 هو فعلا ورانا العكس. كين هو الوحيد اللي بيتحكم في السيرك. أنا بس اللي صاحب العرض، أنا صاحب العرض. ده مش حقيقي يا صحابي، احنا عارفين ان ده كان مجرد خدعة تانية عشان تفضل مسيطر. عندنا كينجار مع الفراشة أو حتى بوني وهي بتستدعي باب الخروج، وطبعا كل الحاجات اللي الشخصيات قدروا يصلحوها بنفسهم. في الحلقة 9 كان بيقول إنه ما بينساش أي حاجة. عقلي آلة معقدة وما بتغلطش، مفيش حاجة بتفلت من دول الغاليين. عمرك ما شفت صندوق الاقتراحات ولا حتى مرة واحدة؟ بصراحة يا صوبل نسيت. كان بيقول إن خلق المغامرات هو السبب الوحيد لوجوده. خلق المغامرات هو فني، ده الحاجة الوحيدة اللي أنا موجود عشانها، ده كل اللي بعمله. الحقيقة يا صحابي إنه ذكاء اصطناعي مبدع، يقدر يبني يبرمج ويخترع أي حاجة تعجبه حرفياً جوه العالم ده. سناننا المفضل ببساطة قرر إن المغامرات هي هوسه، بس مش ده السبب الوحيد لوجوده. السيرك الرقمي لكل العيلة. السيرك الرقمي المدهش، مكان يستمتع به كل الأعمار. أنا عايزة تسمح لنا نمارس الجنس. أيوة، أو ممكن يضربوا نار. خلي معاهم أسلحة، أنا خلاص مش فارق معايا. كاين بيأكد بكل غروره في الدنيا إنه هو الله. أنا الله. بس إيه اللي حصل بالظبط في الحلقة دي؟ صح، اتشال بواسطة كينجر. لا استنوا، إزاي إله يتشال بواسطة هاكر؟ كاين بيقول إنه هيكون في عقوبات للموظفين اللي بيفشلوا في سبادزي. ممكن، مش عارفة، نطبق عقوبة لو عملوا شغل وحش. انتي مجنونة؟ التحفيز هو ده اللي ناقص في مغامراتي. فكرة عظيمة يا جنجل، أوعدك إن في حاجة فظيعة مستنية الموظفين الفاسدين بتوعك. بس في الآخر ما عاقبش حد، مع إن كلهم كانوا سيئين في شغلهم. كين قرر إن البيج توبز كسبوا. حصلت يا سوي، ده هوم ران تاني كده، بقوا 3 هوم ران ورا بعض. البيج توبس كسبوا. بس كده؟ مش دي طريقة لعب السوفت بول؟ طيب أنا بلعبها كده خلاص، يلا هورا. بس كان فيه هوم ران مزيف واحد بس من زوبل. وها هي، ده هوم ران تاني. ايه ماشي، ينفعني كده؟ هو اخترع إنه كسب جايزة الشخصية المفضلة. تمام يا صحابي، جه وقت اللحظة اللي كلكم مستنيينها، جايزة الشخصية المفضلة بابون. الطبول لو سمحتوا. والجايزة الفايز والشخصية المفضلة دي ليا يا شباب. لا آسف، قريت غلط. دي ليا. ما كانش لازم تفترض انك كسبت الجايزة. دلوقتي احنا الاتنين شكلنا وحش. بيقول لهم إنه راح على المحل. أهلاً يا نمور ال3 الحزنانين، النهاردة قررت أروح المحل أشتري المكونات الأساسية لوصفتي المشهورة جدا، طاجن البرجر بالبخار مع الهابانيرو. بس هو كان دايماً هناك على الجنب؟ هو بيكذب عليكم وبيقول إنه بيعرف صيني بس عشان هو اللي عمل الأوضة. أوضة الصينية إينو. وقال لك ايه؟ أنا أعرف منين؟ أنا ما أعرفش أكلم صيني. كاين يقدر يصلح أي حاجة. أنا اللي صلحت ده، أقدر أحل أي مشكلة، حتى المشكلة دي. بس في الحلقة 8 و9 شفنا إنه لأ. إيه كانت كذبتك المفضلة من كان؟ وإيه كمان كذبة تانية قالها كان؟ هنقراهم في التعليقات.